السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال ان شاء الله. هنعمل النهارده مع بعض التورتيه الجميلة دي تورتيه عيد ميلاد ابني انس. هو بيحب نادي الزمالك جدا، عاشق لنادي الزمالك، يعني احنا هنا عيلة زملكاوية، باباه يعني وهو. بصوا يا بنات، دي المكونات. ده نص كيلو دقيق سبونج. ده هنا محسن جيل. هنا كنت بوريكم ان المحسن الجيل لازم يبقى لونه شفاف كده، لو لقيتيه زي الفوزلين يبقى مش شغال معاكي، هيبوظ معاكي الوصفه. ده يعني هو اصلا مش اساسي، طالما في دقيق سبونج هو مش اساسي. دول 6 بيضات، نص كوبايه ميه، وحطيت فانيليا بس الكاميرا فصلت وما صورتهاش. تمام. بتحطي كل المكونات على بعض وتضربيهم الاول. ممكن عجان، ممكن مضرب كهربائي، بس مش هينفع خلاط للاسف. ضربتهم الاول على سرعه قليله وبعد كده زودت السرعه. بص هتلاقي الخليط هنا لونه اصفر، مع الضرب هتلاقي لونه بيفتح، هيبقى اللون الابيض العادي وبيعلى معاكي. ما تخافيش، يعني هو بيبقى لونه كده بس في الاول. تمام. زي ما انتم شايفين كده قدامكم. يبقى نص الاسبونج عليه نص كوبايه ميه، 6 بيضات، لو البيض كبير ممكن 5. معلقه المحسن مش ضروريه، لو عندك حطي، ما عندكيش خلاص. هنا كانت خلاص اتضربت. بصوا ما شاء الله كانت حلوه ازاي. ده القالب مقاس 22 اللي هو في الصواني الالومنيا العاديه بتاعتنا. بطنته بالزيت وحطيت ورقه زبده من الجناب عشان لما الكيكه تعلى تبقى واخده نفس المستوى، ما تقبش لبره. وطبعا اثناء وانا بشتغل انا مشغله الفرن على درجه حراره 190. هحط عشان الفرن يبقى سخن، واحطها في الرف انه في النص. بتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك، او ممكن تاخد معاكي ساعه، يعني حسب نوعيه الفرن اللي عندك. تمام. بقول لكم كيك الاسفنج ما بنهبدهوش يا بنات عشان ما نخرجش الهواء، لا ما ينفعش نهبده. بنسيبه زي ما هو، وبخل السنان بقى، يعني خلي شيشته او سكينه اي حاجه تعملي في الكيك زي ما انت شايفه كده، عشان ما يعملش معاكي قبه من فوق، يعني الكيك ما يعملش معاكي قبه. بصوا ما شاء الله كان طالع وطري وخطير. ده كان اول ما طلع. هنا كان خلاص سبته ساعتين برد، وابتدي اقلب فيه. برده ممكن تبيتيه تاني يوم وتقطعيها تاني يوم عادي براحتك، بس انا عشان قطعتها قدامكم عشان تبقوا شايفينها عادي وهي كانت دافيه، يعني مش ما كانتش لسه برد. بصوا يا بنات شكل الكيكه ولونها بجد خطيره وهشه وناعمه، وهتشوفوا دلوقتي الفراغات. بصوا يا بنات، ده وش الكيك الاسفنجي ما بنستخدموش نهائي نهائي، ولا في كيك بوبس ولا في كبات ولا في اي حاجه خالص، عشان ده في زفاره البيض. بصوا يا بنات الكيكه مفرغه ازاي. الكيكه كانت خطيره والله العظيم، اللهم بارك، تحفه. وبنقشر الجناب كل دي يا بنات الزفاره، ومع التجليس بتبقى مش حلوه، يعني لازم تقشريها كويس كده، لان انتي بتجلسيها بتبقى معاكي مش كويسه. زي ما انتم شايفين كده. ده هنا المنشار بتاع تقطيع الكيك، عندك استخدميه، ما عندكيش هتستخدميه بالسكينه. انا استخدمت لكم الاثنين عشان تشوفي. هنا كنت ظبطه على رقم 8 عشان انا كنت عايزه القطعه القطعه تبقى سمكها حلو، فاهميني؟ مش عايزاها رفيعه. هي ممكن تتقطع معاكي هنا 3، ممكن تتقطع معاكي ل4 لو السمك القطعه يعني خفيف رفنع. انا كنت حباها تبقى سميكه زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات الكيكه طريه مش محتاجه حاجه، بجد فظيعه اللهم بارك. هنا لفتها ولفتها كمان بورقه تانية وحطيتها في كيس في شنطه وحطيتها في التلاجة لتاني يوم. ديت كانوا كوبايتين كريمه خام، كريم شانتيه خام. والطبق ده كان فيه 3 معالق كريمه لباني ومعلقتين لبن بودره، ودول 3/4 كوبايه سكر وكوبايه ميه على تلج، ميه ساقعه على تلج. هنا انا هضرب الاول السكر والميه مع بعض والفانيليا. انا هنا حطيت السكر وشلت منه حبه كمان، قلت لما اشوف الاول السكر هيبقى عامل ازاي، عشان ما كنت الكريمه كنت جايباها يعني من عند حد غير اللي انا بجيب منه، فكنت شاكه فيها ان هي متخلطه يعني. هنا بقى كنت حطيت هضربهم الاول عشان الكريمه ما تضربش منك يعني يطلع يعني تطير منك، واضربها في الاول على سرعه قليله، وبعد كده ازود السرعه على اعلى سرعه لغايه لما الكريمه برده تعلى معاكي وتربط. تعرفي ان الكريمه بتاعتك كويسه. على فكره انا زودت يعني انا هنا زودت السكر اهو زي ما انتم شايفين، دقتها لقيتها محتاجه سكر وزودت ربع كوبايه ميه، يعني بالظبط خدت كوبايه الميه و3/4 كوبايه السكر كاملين. تمام. بصوا بقى يا بنات، تعرفي منين الكريمه بتاعتك ظابطه؟ بصوا ما شاء الله، بصوا عامله المنقار ازاي، المنقار ما وقعش، هي كده مظبوطه. حطيتها طبعا في التلاجة مسكت، وبعد كده حطيتها بقى في الكيس الحلواني عشان اشتغل بسرعه يعني، عشان تثبتي. دي كانت القاعده بمقاس 30 عشان يبقى اعرف اعمل منها روزيتات. وبرده الخطوه دي انت ممكن تعمليها وممكن ما تعمليهاش، بس هي عشان تساعد على نظافه المكان يعني، والدنيا ما تبقاش مبهدله منك. والكريم شانتيه اللي بيبقى في القاعده عشان يثبت معاكي الكيكه ما تعملش ما تفضلش تتحرك منك. تمام.
ديت كوبايه فيها معلقه عسل ابيض على ميه من الحنفيه وكيس فانيليا. عندك شربات جاهز حطيه، عندك صوص كراميل حطي، عندك ايه تاني يا رب اللهم صل على النبي، شويه ميه بسكر براحتك. لو هتعمليها بكاكاو شويه كاكاو وسكر ولبن، شويه كاكاو شوكولاته مع شويه لبن او ميه، يعني التسقيه براحتك. انا الكيكه عندي ما كانتش محتاجه انها تتسقى، بس انا بوريكم الخطوه لو الكيكه بتاعتك ناشفه او انت حابه الخطوه دي تعمليها. انا حطيت شويه الكريمه ووزعتها بالسكرابر، وهنا حطيت ده شويه لوز كانوا عندي، حمصتهم شويه على النار وحطيتها زي ما انتم شايفين. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. هي سهله وسريعه، يعني سهله وحلوه واقتصاديه وحاجه نظيفه وموفره، وانت واخداها يعني انت اللي عاملاها في البيت ضامنه نظافتها. وعلى فكره هي موفره، اقل تورتايه دلوقتي بره ب 300 و 350 واسعار خزعبليه فعلا وغريبه. الست بيضات بتحوالي ب 60 جنيه، نص الاسبونج ب 30. ايه تاني يا ربي، الكريم شانتيه هتاخدي استخدمي ربع كيلو ب 40 ب 50. بس هو ده اللي بصوا هنا كانت الكريمه، كانت الحته دي يعني واطيه، فهتعليها بالكريمه. يعني انت برضو وانت بتشتغلي هتظبطي، تعرفي الحته العاليه بتعلي بقى بالكريمه عشان تبقى كلها طالعه معاكي سوا واحد. وحطينا شوكليت شيبس زي ما بقول لكم يا بنات ان التكلفه كلها مش هتتعدى ال 150 جنيه. طبعا اوفر واطعم وحاجه انت عاملاها في البيت وبتبقى ذكرى حلوه للولاد. بصراحه جميله جدا والله العظيم، جربوها وقولوا ايه رايكم، ومتنسوش تكتبوا لي في التعليقات عجبتكم ولا لا. اي نعم هي الكريمه غلبتني في الحر اللي احنا فيه ده، لان بصوا الكريمه ناعمه جدا ما شاء الله اللهم بارك وجميله، بس فعلا في الحر انا عندي مطبخي حر بشكل مش طبيعي، فكانت عايزه الكريمه كل شويه احطها في التلاجة واخرجها يعني نص ساعه وارجع اعمل تاني، فاخدت وقت مني عقبال ما جلستها عشان اعرف اجلسها صح شويه وتبقى شكلها حلو. هي ممكن هي كمان تتجلس احسن من كده، بس هي عايزه جو احسن. يعني في الشتاء ان شاء الله اعمل لكم بقى تورت واوريكم بقى التجليس والحلاوه تبقى عامله ازاي. هنا بقى انا كترت الكريمه لان انا خلاص هنا بجلس. وعلى فكره يا بنات انا جلستها على 4 مرات، يعني كنت احط كريمه وادخلها التلاجة واحط كريمه في التلاجة وارجع تاني اخرجها واجلسها، فاهمني؟ يعني عملت الخطوه دي 4 مرات. انا بس ما طولت، حبيتش اصور واطول عليكم، انا قلت اقول لكم وانا بسجل لكم عشان تبقوا عارفين. والكريمه لما تدخلوها التلاجة وتخرجوها عشان تشتغلوا بيها، ما تشتغلوش بيها على طول، لازم تضربوها شويه بالمضرب عشان تفرغوا الهواء اللي فيه، ما تبقاش متكتله منكم يبقى فيها فراغات. فاهميني قصدي ايه؟ زي ما انتم شايفين. خدي بقى وقتك في الخطوه دي بسكرابر، بمعلقه سيليكون اللي هي الاسباتولا العاديه، باي اداه، بكارت فيزا، ببطاقه تكون قديمه عندك اغسليها وخليها. بصراحه يعني اي حاجه عندك هتعرفي تشتغلي بيها. زي ما انتم شايفين. بصوا هنا كنت دخلتها التلاجة ودي تاني مره، انا عملتها بقى مرتين غير دي بس ما صورتهمش. بصوا هوريكم دلوقتي انا الزياده بحطه تاني، يعني انا بحط الكريمه بزياده، اجلس والزياده احطه. فاهمين انا قصدي ايه؟ بصوا بقى اللي هو الوش ده انت بتاخديه على جوه عشان تبقى ناعمه معاكي، عشان يبقى الحرف ناعم معاكي ما يبقاش فيه بوز. زي ما انتم شايفين كده، رب يكون واضح ليكم. بصوا ما شاء الله. هنا بقى انا هعملها طبعا الخطين الحمر بتوع نادي الزمالك، يعني انا اهلاويه والله، بس ابني بقى مش قادره اقول لكم حبه النادي الزمالك ازاي زملكاوي صميم هو باباه. هي تزيين بسيط وسهل وحاجه سريعه اي حد يعرف يعمله وحاجه تفرح الولاد. بصوا الكريمه ما كانتش لاحقه اصلا تطلع. وهنا عملت روزيتات كده بسيطه، انا ايدي عندي مشكله في الاعصاب فايدي ما كنتش عارفه متمكنه منها كويس، بس طلعت في الاخر شكلها حلو، عجبت ابني اهم حاجه واتبسط بيها. وهو سجل لكم فيديو كده حلو هنزله لكم برده، ويا رب تدعموه وتدعموني وتقولوا لي كل سنه وانت طيب في الكومنتات، عشان انا هقرا لكم كومنتات وان شاء الله تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم ايه. بصوا دوت هنا ورق انا طبعاه عادي، يعني جايباه عادي من على النت، وطبعته البادج بتاع نادي الزمالك وكوره وكده وقصيتهم. ودي خله الخله بتاعت الشيش طاووق او خل السنان، ولزقتها فيها من ورا باللي هو اللزق دبل فيس، ودخلتها عادي في الكيكه. تزيين سهل جدا 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 يعني. هنا خلاص بشيل ورق الزبده وهعمل بقى روزيتات بسيطه كده من تحت. بصوا يا بنات الكريمه انا كنت دخلتها التلاجة لا هنا ما كنتش دخلتها التلاجة، هنا كنت بزين على طول. فبصوا الكريمه ساحت ازاي. لازم الكريمه في الصيف ده كل شويه تدخليها وتخرجيها تدخليها وتخرجيها، ده كان الشكل النهائي. يا رب يكون عجبكم وتقولوا لي ايه رايكم.
واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. بصوا يا بنات، بصوا تحفه ازاي. صلوا على النبي في الكومنتات. بصوا، واسيبكم بقى مع فيديو انوسه، وقولوا له كل سنه وانت طيب في الكومنتات يا بنات. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا دلوقتي عيد ميلادي، ما تنسوش تقولوا كل سنه وانت طيب في التعليقات يا انس، واعملوا اشتراك. عايز الفيديو ده يوصل ل30,000 لايك. عايز توصلوا كده عالي. وادي الكيكه بتاعتي شكلها حلو، شكلها حلو جدا، وماما عاملاها بايديها، شكلها جميل. فانا عشان بحب الزمالك خليت ماما هي اللي تعملها لي على شكل الزمالك. وبس كده، ده كان فيديونا النهارده. ما تنسوش ماما في اشتراك واللايك، ويلا سلام.